أهلا وسهلا بكم معززنا المشاهدين. إن بعض الاستفسارات جات لي عن زراعة الأناناس في مصر، الباينابل. وفي ناس كانت بتقول لي إن الأناناس ما بيتزرعش في مصر أو الجو بتاعه مش ملائم لمصر، زي فكرة الدراجون في الأول وبتاع. بس الحمد لله احنا نجحنا إن احنا نزرع برضو الباينابل وزرعينه على الدراجون، وكنا شرحنا القصة ديت اللي هي الاستفادة القصوى من الأرض، إن إحنا بنزرع الأناناس مع الدراجون والاتنين ما بيعطلوش بعض، بالعكس بيشجعوا بعض وبتزيد الكفاءة. يعني زي ما إحنا شايفين التصميم، آدي الدراجون وتحت الأناناس وفوق دراجون. يبقى أنا كده استغليت المساحة اللي بين الدراجون وزرعت فيها محصول تاني، بحيث إن أنا يبقى عندي عائد طوال العام وعندي عائد مختلف من محاصيل استوائية مختلفة. طيب عايزين نتكلم باستفاضة شوية عن الأناناس، الناس سألت كتير عليها. رقم واحد، الأناناس نبات بيتكاثر عن طريق الخلف. يعني ايه عن طريق الخلف؟ يعني زي ما احنا شايفين كده، ادي خلفة وادي خلفة تانية اهي. فانا ممكن اخد الخلفة، مثلا الخلفة ديت على الزاوية بتاعة الام القايمة اهي، فانا راح واخد الخلفة التانية دي شايلها اهي بالطريقة دي، ادي خلفة الاناناس وادي الجذور بتاعتها، وابتدي ازرعها في الارض. بتتزرع لحد المرحلة ديت 2-3 سنتي فقط لا غير، بيتزرعوا بعد ما اقشر الاوراق السفلية. كده كده دي هتعفن وتبقى فرصة علشان تطلع الجذور اسهل، فبقشر المنطقة ديت. حتى لما اقشر المنطقة ديت لو بصينا هنلاقي ان في جذور تحتيها مستعدة للخروج اهو. ادي الجذور اللي هي مستعدة، وببتدي ازرع الاناناس في الاماكن اللي انا عايز ازود فيها زراعة الاناناس. طيب بالنسبة ل طريقة التكاثر الأخرى، في زراعة عن طريق تكاثر عن طريق الأنسجة، لكن للأسف زراعة الأنسجة وعن تجارب بتبقى أضعف بكتير قوي من الخلف. يعني مفيش حاجة أقوى من الخلف، زي فكرة النخل كده. ممكن أعمله زراعة أنسجة بس ما بيكونش قوي زي الخلفة. طبعا الخلفة زي ما انتم شايفين منظرها بتبقى عاملة ازاي، قوية ومحملة وفيها جذور ومستعدة، مجرد ما بتتحط في الأرض بتشتغل، أو بنقولها في مجال الزراعة تدق على طول. تدق يعني جذورها بتشتغل في الأرض وبتمسك في الأرض وبتبتدي تشتغل معانا. أما زراعة الأنسجة بيطلع نبات بيبقى ضعيف شوية، مصفر شوية، جذوره قليلة أو جذوره واخدة على بيئة معينة. لما باجي أحطه في الأرض بيحصل صدمة، ففي خلف أو في شتلات بتقع مني وتبقى ضعيفة، وفي اللي يكمل. غير كده في معلومة مهمة قوي البعض يمكن ما يعرفهاش. لو أنا زرعت من الخلفة ممكن أخد محصول بعد مثلا سنة وشهرين ولا حاجة. أما لو زرعت من الأنسجة، فالأنسجة تاخد معانا حوالي سنتين. يعني لما تزرع من الأنسجة الشتلة علشان تديك إنتاج مش أقل من سنتين، مش أقل من سنتين. في طريقة تالتة للزراعة بتاعت برضو الباينابل، إن هو الثمرة ذات نفسها. يعني دي الثمرة هنا موجودة عندنا اهي، طبعا هي لسه بتتكون. التاج بتاع الثمرة دوت هو عبارة عن الزرعة ذات نفسها. بعد ما بيطلع الثمرة اخد الثمرة واخد التاج دوت وابتدي ازرع، وده يعتبر الطريقة الاوسط في الزراعة. يعني لو خدناهم بالترتيب الاحسن، خلف رقم 1، بعد كده ده بنسميه التاج، بعد كده التيشو كلشر او زراعة الانسجة ده يبقى رقم 3. ده بياخد سنة وشهرين، التاني بياخد تقريبا سنة و4 شهور 5 شهور، التاني بياخد سنتين عقبال ما يطلع. وفي الجودة هما ترتيبهم نفس الكلام. فطبعا الأول طبعا بنجيب الشتلة
الشتلات ديت في بعض المزارع القليلة في مصر اللي موجود عندها الشتلة من الخلف وليس أنسجة. الأنسجة كتير موجود في السوق، لكن الخلف بعض المزارع الكبيرة زي المزرعة اللي احنا فيها دلوقتي عندها غزارة في الإنتاج، فبتزرع بتزود وفي نفس الوقت ساعات بتبيع خلف. بتزرع من الخلف ديت، وسعر الخلف ما بيبقاش غالي قوي، يعني مش زي شتلة الدراجون بتبقى أرخص. طيب ده بالنسبة لطريقة الزراعة أو التكاثر. طيب طريقة الزراعة بقى، في طريقة الزراعة عندنا في أكتر من طريقة. لو هنزرع الأناناس مستقل بدون دراجون يبقى لازم تزرع زراعات كثيفة، يعني متر في متر تقريبا، وبتسيب كل مثلا 3-4 متر اللي هي 3-4 صفوف بتزرع، بتسيب مسافة حرم كده، لأن البني آدم هو العامل اللي عندك يخش يرش يخش يتعامل. يعني لو بنفرض مثلا إن إحنا عندنا الأرض اللي قدامنا دي هزرعها أناناس، أنا بزرع كل بين النبات والنبات متر، وبين الخط والخط متر، وأعمل 3 خطوط، وبعد كده أسيب منطقة زي مشاية على قد العامل، وبعد كده أروح عامل 3 خطوط تاني. دي هتبقى الطريقة، وبين كل نبات ونبات متر. طب ليه بكثف أوي بالطريقة ديت كده؟ قلبناها زي ما يكون خضار. لأن حبة الأناناس أو شجرة الأناناس هي بنقول عليها شجيرة، لأن هي مش شجرة، شجيرة ما بتطلعش غير ثمرة واحدة فقط لا غير. فأنا لو زرعت بالطريقة دي تقريبا هيطلع لي حوالي 4000 أو 3800 ثمرة أناناس. فعلشان أعرف أجيب فلوس من الفدان دوت فلازم أكثف الزراعة. طيب لو أنا هزرعه على محمل على أشجار دراجون على أي حاجة عندي موجودة، فبزرعه في المسافات ديت على مسافة من نص متر لمتر، من مسافة نص متر لمتر، هو يفضل طبعا متر علشان النبات ده بيكبر متر. واسيب حرم للدراجون زي ما احنا عاملين هنا، سايبين حرم فاضي للدراجون من هنا، وسايبين حرم فاضي من هنا للدراجون، على اساس ان انا لما اجي اتعامل مع الدراجون ما خبطش في الاناناس وهكذا. فتقريبا الباقي على حسب بقى مسافات الزراعة. يعني هنا مسافات الزراعة مثلا 3 متر، فال3 متر احنا سايبين مثلا نص متر كده ونص متر كده، وحاطين في الباقي ال2 متر دول ال3 شتلات اللي احنا شايفينهم. ده بالنسبة لمسافات الزراعة. بالنسبة للإنتاجية أو بالنسبة للرعاية، نبات الأناناس نبات ما تقريبا ما بيصابش في الأوراق بأي أمراض، يعني زي ما احنا شايفين كده ما بيصابش، لأن الورقة بتاعت الأناناس ورقة غير قابلة لاختراق الحشرات، فصعب أوي إن حشرة تقدر تخترق الورقة ديت، لأنها ورقة زي شمعية، بتبقى بتعمل زي فكرة التين الشوكي كده، يعني صعب اختراقها. الأكتر مرض ممكن يصيب الأناناس بس منطقة الجذور. هي منطقة الجذور هي تعتبر الأضعف في الأناناس، أضعف حاجة في الأناناس الجذور بتاعته. فدايما ممكن تلاقي يجيلك أعفان جذور، ممكن النمل لما يتلم على الجذور جامد وياكل فيها، لأنه جذوره قليلة قوي. يعني لو خلعنا أي شجرة أناناس هتلاقي جذره كله سطحي ما بيعديش 20 سنتي. فالجذور بتاعته حساسة، والجذور بتاعته مش منتشرة جامد، فممكن أي آفة بتصيب الجذور تبتدي تشتغل عليها. فهي أهم منطقة بنحافظ عليها منطقة الجذور من خلال الري المنتظم والمبيدات الفطرية. طيب بالنسبة بقى للظروف الملائمة، ودي أهم حاجة لما نيجي نقول عندنا نبات من شرق آسيا، لازم نعرف ظروف الجو بتاعته إن هي مش ماشية معانا. طب إيه ظروف الجو بتاعته؟ هو تقريبا شبيه للدراجون، لأن هما من نفس المنطقة أو قريبة من بعضها. يعني النبات دوت لو اتحط في شمس مباشر يصفر ويبتدي يقف في النمو. طب لو اتحط في حتة ضلمة خالص يخضر ويديك نمو خضري ملوش حل، لكن ما يديلكش ابدا ثمار. ودي مشكله بتواجه بعض الناس اللي حاولت تزرع الاناناس، ان هم حطوه في حته ضلمه قوي ابتدى يكبر عندهم ويشتغل، بس تحول من نبات منتج لنبات زينه، هو عمال يدي اخضر وخلاص على كده مش عايز اي حاجه. طيب لازم نعمل موائمه اللي هي ولا يبقى دنيا شمس مباشر، ولا ان هي
تبقى الدنيا ضلمة، فتيجي نروح طالعين نلاقي فين السيران. هو محتاج سيران. طيب والدراجون عندنا محتاج سيران؟ الدراجون محتاج سيران. يبقى احنا كده وصلنا للحل ان احنا الاتنين يشتغلوا مع بعض بنفس السيران، فانت كده بتوفر في التكاليف بتاعتك. فلو انت زارع دراجون او زارع ما شبيه للدراجون، اي حاجة تحت نت تقدر تحطه. طيب الاناناس لازم نت اسمر؟ لا، الاناناس ممكن لو نت اخضر ولا حاجة وتقيل يمشي معاه برضو، يعني مش وحش. لكن مع الظروف بصراحة الجوية اللي اتغيرت في مصر والحر الشديد ده، فانا افضل ان هو يكون سيران اسمر 63% تصديل ولا حاجة. ده بالنسبة للظروف. أما بالنسبة للاحتياجات ومتعادلات بقى وتحديد، يعني أنت لو شغال على برنامج الدراجون هو قابل البرنامج بتاع الدراجون مفيش مشكلة، لكن هو في بعض العناصر اللي محتاجها باستمرار، زي عنصر الزنك بيحتاجه باستمرار، عنصر الحديد بيحتاجه باستمرار. دي بالنسبة للاحتياجات. المكافحة بتاعته زي ما احنا قلنا، ما فيش، انت عندك ما بترشش اي حاجة ليه غير هي شوية فطريات، وطول ما هو بره عن الشمس المباشر مش هتلاقي عندك اي اصابات فوق الدراجون، فوق الاناناس. هي كل المشكلة في الجذور. فاحنا بنعمل برنامج وقائي، بنضرب نحاسيات من تحت، سواء كبريتات نحاس، رشة اكسكلور نحاس، الكلام ده. طبعا نتلافى في فترة التزهير النحاسيات خالص. فده المنظر زي ما انتم شايفين، اخضر وجميل ونباتات قوية بتستحمل معانا طول ما انت مظبط الجو بتاعها. طب الجدول الاقتصادية بتاعتها انت كل نبات عندك تقريبا بيخرج حباية اناناس. حباية الاناناس الصنف اللي موجود عندنا دوت النوع اسمه سكري. الاناناس كعيلة في منها تقريبا 2 فرايتي اساسيين، اللي هو العصير والسكري. السكري اللي هو بيتاكل شرايح، يتقسم شرايح ويتاكل كده، بيبقى السكر بتاعه عالي جدا، الريحة بتاعته فظيعة. يعني انت لو حطيت حباية اناناس فمثلا عربيتك في اوضة بتاع، الاوضة كلها بتتملي ريحة اناناس مباشر. طيب لو انا عايز اكله، تاكله كده تقطع وتاكل على طول. طيب في الصنف التاني اللي هو العصيري. الصنف التاني اللي هو العصيري دوت ده ما ينفعش يتاكل بالطريقة دي. ده غالبا بيخش لمصانع العصير، يتعسر وتحط عليه شوية سكريات، لأن طعمه بيبقى ناسخ شويتين، مفهوش النكهة بتاعة طعم الأناناس قوي يعني زي السكري. طيب ايه اللي يفرق الصنفين عن بعض؟ العصيري بياخد أحجام، يعني الحباية ممكن توصل ل2 كيلو 3 كيلو، عشان ده ينفع للعصير. اما السكري لو راح للعصير يخسر، لان هو سكرياته عالية، طعمه عالي جدا، مش محتاج اي اضافات، ولكن الاحجام بتاعته بتبقى احجام صغيرة. زي ما انتم شايفين حبات الاناناس، طبعا دي لسه هتكبر شوية ولسه ما خدتش شكل النضج، وهنشرح دلوقتي يعني ايه شكل النضج. فلازما بتبقى احجامها متوسطة من نص كيلو لكيلو. فاحنا بنتكلم دلوقتي لو انت عندك متوسط من نص كيلو لكيلو، يعني كيلو الا ربع، فقلنا مثلا في 4000 حباية، فانت بتضرب الارقام ديت وبتضرب في سعر البيع. طبعا سعر البيع متغير بس ما بيقلش عن 120 130 جنيه كيلو. فالاقتصادية بتاعته بتبقى كويسة، مش وحشة، مش بقوة الدراجون. ولكن لما بتيجي تزرعه كزي الوضع اللي احنا فيه دوت، انت كنت هتزرع الدراجون بس، لا ده انت حطيت تحتيه كمان اناناس، فانت عندك عائد موجود بياكل ويشرب. احنا خرطوم واحد يا جماعة. فكده كده تسميدك هو ميتك هي تكعيبتك هي برضو، العامل بتاعك هو الرش هو كل حاجة هي. فانت ما عملتش غير الشتل. لو عايز اقول لكم المكان اللي احنا فيه دوت مثلا جاب في الاول حوالي تقريبا 500 شتلة، و500 شتلة ديت في ظرف سنتين ولا حاجة بقى مالين المكان بالكامل. بل بالعكس، احنا في هنا خلف يزرعوا
بتاع حوالي 10 فدان كمان مستريح او اكتر كمان. فهو بيدي خلف كتيرة قوي. ده باستمرار بيطلع خلف، مجرد ما تقطع الراس الأساسية بتاعته أو تاخد الثمرة بيبتدي يطلع كمية خلف من خلفتين لحد 6 خلف في النبات الواحد. فأنت تبتدي تشتغل على هذا، يعني ممكن تبدأ بكمية صغيرة وهي لوحديها هتظبط لك مكان اللي انت عايزه بالظبط. طيب نتكلم شوية بقى على التزهير. ده شكل التزهير وهو لسه طالع، هو ذات التلقيح على طول بيلقح نفسه بنفسه. ده الشكل الكوز وهو خارج. طبعا بنعرفه قبل ما يظهر خالص. شايفين الدراع من جوه، الورق من جوه بيبقى اللون الفاتح ده ابتدى يظهر عليه كده، بنعرف ان المنطقة دي هتبتدي تظهر. طبعا هو بيتظهر من الجزء العلوي فقط، الجزء العلوي ده هو اللي بيظهر معانا. تبتدي تطلع الثمرة. الثمرة هنا بتبقى أبراج، ادي برج 2 3 4 5 6 وهكذا. كل ما بيزيد عدد الابراج كل ما بنعرف ان الثمرة ديت وزنها هيبقى كويس. فمن 8 ابراج لحد 13 برج هو ده الثمرة. اقل من كده، اقل من 8 ابراج بتبقى ثمرة صغيرة. ما ينفعش تبقى ذات تسويق درجة اولى لو اقل من 8 ابراج. فهنا طبعا لسه بيتكون الابراج عندنا، كل ده هيتقلب ابراج. بيفضل كده لحد ما نشوف زي المنظر اللي كان معانا. هو طبعا دلوقتي اوان تزهير وليس ثمار. ادي برج تاني اهو، شكل تاني، وادي شكل تاني. هي دي مرحلة التزهير. لان في بعض الناس كانت بتقول لي يا باشمهندس احنا نزرع اناناس بس ما بيظهرش. ادي التزهير قدامنا اهو، ادي الشكل بتاعنا. لو عدينا الابراج ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6 7 8 9 ابراج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ابراج. 9 ابراج موجودين معانا. طبعا ده مش الشكل النهائي، ده لسه احنا في شهر 1. النبات ده بيتجمع في شهر 6 و7. فطبعا في الفترة دي بيبتدي يزيد في النمو. الحباية لو انتوا شايفينها عاملة زي حباية فص الثوم دلوقتي، بعد كده بتتقلب لقرش، قرش مدور. ودي علامة النضج، عشان في برضو الناس بتسألني ايه علامات النضج في الأناناس. مش لازم تصفر، لمجرد ما الكبسولة دي اللي شبه حباية الثوم هنا، الفص دوت يتقلب من الشكل فص الثوم ده لقرش مدور كامل، يبقى كده علامة النضج. اقدر اقطع الثمرة في الوقت دوت واسيبها تطيب براحتي. عندي عايز تسيبها تطيب على الشجرة سيبها تطيب على الشجرة. لكن بنتكلم في السكيل الكبير اللي احنا فيه وعايزين نسوق وبتاع، وبنحتاج مثلا عايزين طن 2 طن في دفعة واحدة، فبنروح بنقطعين كل اللي نضج ونسيبه عندنا يستوي، ونروح مطلعينه او نبتدي نطيره. لو هو مسافر بره نبتدي نطيره عقبال ما يوصل للعميل يكون اصفر. ماشي، ده علامات النضج في الاناناس. طيب اخاف من ايه في الثمرة؟ الثمرة اكتر حاجة تصيب الثمرة، تخيلوا معايا حاجة هايفة جدا ولكنها بتأثر في الثمرة. هو زي ما قلت لك ما بيصيبش امراض ولا اي حاجة، لكن عارفين الهاموش اللي هو شبه الدبان دوت، او اي حشرة ثاقبة مصة، من الصنف دوت سكرياته عالية جدا وريحته نفاذة جدا، فساعات بيجذب بعض الحشرات. فالحشرة تيجي تروح ثاقبة على اساس ان هي تمص العصارة اللي جوه. الثقب اللي بتعمله دوت ده بيضرب الثمرة كلها ويتحول بعد كده لعفن. زي فكرة كده ذبابة الفاكهة شوية. يعني في الفواكه، الناس اللي طبعا بتزرع فواكه فاهمين، ذبابة الفاكهة بتخبط تضرب البيضة وتروح ماشية، البيضة ديت تروح بعد كده تحول لعفن وشغلانة والحباية باظت على كده. طبعا احنا ما بنستناش للمرحلة دي، احنا بنقطع زي ما بنقول قرش ونخلص القصة، لان ساعتها ما بيبقاش لسه ريحة الفورمولية بتاعت النضج بانت قوي، فما بتجذبش حشرات. او ان احنا نغطي الكوز دوت بأي حاجة، عندنا اكياس مخصصة للكلام دوت تنهي الموضوع من اصله. فايهما طريقة افضل ليك. فده معلومات كده اساسية عن زراعة الاناناس. فلو اي حد من المتابعين محتاج اي معلومة
او اي استفاضة عن موضوع الاناناس وازاي ازرعه والمحاصيل اللي هو ممكن يتزرع عليها ما ينفعش يتزرع عليها، اماكن الشتلات او الخلف فين واسعارها والكلام ده كله، انا متاح ممكن يكلمني على التليفون. اتمنى ان اكون ملف الاناناس كده غطيته بشكل اكتر، لان كذا حد طلب مني ان هو عايز كلام اكتر عن الاناناس، فاتمنى ان انا اكون سددت اكبر جزء عن معلومات الاناناس. شكرا لكم.